معاكم دكتور محمد محروس. في حاجات بنسمعها زي بكره تخف بكره تنسى. الذهن بيحل كل حاجه، بس لما تعيش وجعك تحس ان الكلام ده ما بيريحش، بالعكس بيزودك حيره. يعني ايه بكره؟ يعني ايه اصبر؟ يعني ايه اراهن على وقت ما اعرفش عنه اي حاجه؟ طب الوقت ده ساعات بيعدي يخلي الوجع اهدى، بس ساعات تانية بيخليه اعمق. ساعات ما بيشفيش، ساعات بس بيخبي. Three, two, one, go. في لحظات بنفتكر فيها نفسنا من سنة، نضحك، بنجري، بنحلم، ونبص على نفسنا النهاردة نلاقي حاجة فينا وقعت. مش لازم تبقى باينة للناس، بس احنا حاسين بيها، زي خيط قطع من جوانا وما بنعرفش نرجعه. النسيان مش زرار بنضغط عليه. في ناس بنفتكرهم من غير ما نسميهم، بنفتكرهم من ريحة، في مكان، في كلمة عبرة، بس بنعدي. عدينا مش عشان نسينا، بس عشان تعبنا من فكرة اللهو. اه، بنلهي نفسنا، بنرمي نفسنا في الشغل، في الضحك، في الخروجات. مش حب في الحياة، بس هروب من التفكير. عشان كل ما نقعد لوحدنا الكلام يطلع والدمعة تبان، وفي لحظة هدوء تيجي الحقيقة. مفيش حاجة بتفضل، واللي قالك دايما كان بيهون عليك. مفيش حد بيفضل زي ما هو، ولا إحساس بيعيش بنفس الحرارة. كل حاجة بتبرد، حتى النار اللي كانت جواك بتطفي. بس اللي بيبقى نظرتك. النضج مش إنك تبطل تحس، ولا إنك تقسى. النضج هو إنك تتعلم تعدي، وتعدي من غير ما تكسر حد ولا تكسر نفسك. اللي كان وجع بقى ذكرى، واللي كان غالي بقى درس، واللي كان لازمك اكتشفت انك تقدر من غيره تعيش. بس السؤال اللي بيجي بعد كده، هو انا مين دلوقتي؟ انا بعد ما خسرت، وبعد ما سكت، وبعد ما سبت، بقيت ايه؟ ساعات بنبقى مش احنا، بقى نسخ من نفسنا القديمة، بس فيها فجوة. بس لو ركزت هتلاقي انك مش نقصت، انت بس اختلفت. يمكن الاختلاف ده هو البداية الجديدة. يمكن الوجع كان الطريقة الوحيدة عشان تفهم نفسك، تفهم الناس، تفهم الدنيا. صحيح مش كل حاجة بتتصلح، بس كل حاجة بتتعدى. انت مش محتاج ترجع زي زمان، انت محتاج تكون جاهز للي جاي. واكتر جملة صدق سمعتها في حياتي كانت: مفيش حاجة بتفضل، بس انت تقدر تفضل.